بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة واستوديو بروفيسور. النهاردة هنتكلم على ماتش الأهلي وسموحة اللي يدوب لسه خلصان من 10 دقايق بالظبط. الماتش كويس من النادي الأهلي. عارف هو عايز ايه من الماتش، عارف انه بيلعب بطولة الدوري وهي شبه منتهية بفرق كبير جدا بينه وبين الزمالك أو حتى أقرب منافسيه زي بيراميدز وفيوتشر. الأهلي بدأ في حراسة المرمى بمحمد الشناوي، خط الظهر مكون من محمود متولي ومحمد عبد المنعم. على الشمال خالد عبد الفتاح، على اليمين محمد هاني، في النص ديانج وحمدي فتحي، قدامهم السولية. خط أمامي محمود كهربا راس حربة صريح، شماله محمد شريف، يمينه بيرسي تاو. طبعا دي تغييرات متوقعة، زي مثلا راحة علي معلول لمباراة الذهاب لماتش الرجاء إن شاء الله يوم السبت الجاي. وبرضه بيرسي تاو بياخد مكان حسين الشحات. محمد شريف مارسيل كولر بيجربه في مركز الوينج ليفت اللي بيضم على جوه او بيدخل جوه او عنده الزيادات الهجوميه. سريعا في نقط بسيطه جدا، يمكن زي ما قلت لحضراتكم ان احنا مش هنحاول ان احنا نتكلم كتير عن الماتش، ولكن هنتكلم اكتر عن ابرز نقط الماتش. اول حاجه هبتدي من الاخر. وانا بقى في التلفزيون لقيت ان كهربا مان اوف ذا ماتش. بمناسبه ايه؟ يعني ايه هي المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار رجل المباراة؟ هل عشان سجل جول؟ طب ما محمد شريف جاب جول، والماتش اللي فات محمد شناوي هو مان اوف ذا ماتش، ولكن الاهلي كسب 3-0. فبناء على ايه؟ محمود عبد المنعم كهربا ما عملش اي حاجه النهارده خالص في كل الكور اللي جات له، بالعكس ضيع كره سهله جدا في اول الماتش، والماتش كله مش عارف يستلم كره صح وبيلوش، ما عدا بس لقطه الجول هي اللي قدر يحط فيها جول. جول كويس، الفينش بتاعه كويس كل حاجه، لكن عدا ذلك ما كانش ليه فعاليه هجوميه. يعني لو انت هتخيرني النهارده بين محمد شريف وكهربا، لا اقول لك شريف افوق، شريف اجهز نفسيا وذهنيا، وكان اخطر، وكان ليه انطلاقات من ناحيه شمال وزيادات هجوميه. كهربا ما عملش اي حاجه. فبناء على ايه اللجنه اللي بتختار رجل المباراه دي بتختاره اصلا؟ نقطه تعجب، تحس انها هي حرب. طلعت اشاعه ان كهربا هتوقف، طب احنا هنلعب على وتر الجمهور، وكهربا هو هيبقى مان اوف ذا ماتش. وطبعا دي معايير خاطئه تماما لاختيار رجل المباراه. تاني حاجة، ثنائية منعم ومتولي هي الأبرز دفاعيا حتى الآن، برغم إن يمكن محمود متولي لينا تعليقات كتير إن هو لعيب مش قوي بإصاباته كتيرة كل حاجة، ولكن تحس إن العقل يعني رمانة الميزان والعقل في الاتنين دول، وبيقدروا يخرجوا الكور بشكل سهل وسلس وبسيط. أخطائهم قليلة جدا، تمريراتهم مظبوطة جدا. اتضح لنا في الماتش اللي فات إن ياسر إبراهيم فعلا قليل جدا من ناحية الخروج بالكورة أو الاستلام والتسلم وكل الكلام ده. طبعا نفس الوضع بالنسبه لرامي ربيعه، ايمن اشرف مش موجود اصلا في الفريق، فبالتالي تبقى ثنائيه منعم متولي هي الابرز. خالد عبد الفتاح لاعب مؤدي بشكل كويس جدا. يعني تحس انه راجل موظف ملتزم، عارف واجبات المركز اللي بيلعب فيه وخلاص، بصرف النظر عن ايه هو المركز، ولكن هو لاعب غير مبدع ولكن هو ملتزم. مروان حمدي هو مروان عطيه، اسف. هو صاحب الثلاث رئات. يمكن قلت صفقته فكرتني بصفقة حسن مصطفى في أوائل الألفينات اللي فاتت، ولكن مروان عطية عنده القرار جاهز، عنده رؤية جيدة للملعب، عنده تنوعية في الأداء، عارف رتم الماتش محتاج إيه، كرة طويلة يدي، كرة قصيرة يهدي اللعب، يدخل بقوة، يدخل بعقل. فهو مروان عطية لعيب ممتاز وصفقة جيدة. السولية لازال برضو بعيد عن مستواه. ديانج بدأ واحدة واحدة يرجع. بالنسبة لمحمد شريف يمكن نوعا ما شكله كويس. ابرز لقطاته هي الجول، حطها بشكل كويس جدا. كهربا بعيد عن مستواه تماما، او بعيد حتى عن المستوى اللي احنا شفناه، لكن المستوى الاصلي كهربا ما جاش الاهلي. انا بقول لك اهو، مش ده كهربا اللي كان في الزمالك او في اتحاد جده، ولكن بالنسبه للمستوى حتى الماتشات اللي فاتت، لا كهربا بعيد برضو عن مستواه. بيرسي تاو ماشي بشكل كويس، بيأدي بشكل كويس، عنده حلول فرديه، بيقدر ان هو يلعب كرة بشكل سهل وسلس. قراراته كويسه، مستواه معقول الفتره اللي فاتت. اوفرول شكل النادي الاهلي كويس جدا. على الناحيه الثانيه سموحه لازال يعاني من اثار كابتن طارق العشري. يمكن حتى لما طارق العشري مشي وجي احمد سامي، برضو ما اقدرش الوم على كابتن احمد سامي ان هو قادر انه يتحكم في الفرقه زي ما كانت عليها من سنتين.
احمد سامي كان معاه لعبه مميزه جدا زي احمد عبد القادر، مصطفى فتحي، حسام حسن في عزه، عبد الكبير الوادي، كناريا. كانت لعيبه كويسه جدا على المستوى الجماعي، حتى كانت بتأدي بشكل كويس جدا. ولكن احمد سامي جه على فرقه هي حطام، فرقه ادائها متذبذب جدا. بالتالي ما اقدرش الوم على احمد سامي، ولكن الوم عليه انه ما كانش فيه اي افكار هجوميه حقيقيه لاحمد سامي، ولا حتى تحفظ دفاعي. يعني هو النهارده نازل الجيم مش عارف هو عايز ايه من الماتش. بالتالي النتيجه الطبيعيه جدا ان سموحه هيخسر. اخر نقطه وهي محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده انت ماشي بشكل كويس من الماتش اللي فات بتاع النادي الاهلي، النهارده بشكل معقول قدرت تشيل كرة حسام حسن، يمكن الانفراد من الطرف من ناحية الشمال شوية دي ما جاتلكش حاجة خطر قوي، ولكن تعاملك مع الكرات العرضية بشكل يعني معقول، اوكي، ماشي بشكل كويس. ايه اللي انت عملته يا اسطى ده بقى في اخر ماتش؟ يعني ايه السبب اللي يخليك تعمل حاجة زي يعني تضرب لعيب وانت كسبان 2-0، الوقت بدل الضايع، الهجمة والكرة خلصت خلاص مفيش اي حاجة، بصرف النظر عن استفزازات المنافس ولا اي حاجه، انت مش صغير خلاص، انت قربت تعتزل، انت 34 سنه اصلا، وكابتن الاهلي وحارس مرمى مصر الاول وكل الكلام ده. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب لو في ماتش مهم هتعمل كده؟ ويا ترى بقى هل الايقاف ده هيمتد لماتش السوبر، ولا ماتش السوبر ده اصلا بطوله منفصله لوحدها؟ انا ما اعرفش. ولكن يعني لازم يبقى في قرار اداري باستبعاد محمد الشناوي، بصرف النظر عن القرار اللي هيطلع كده كده، لان اللعيبه اللي بيطرد من ماتش واحد ممكن ياخد ايقاف ماتشين او ثلاثه. انا مش خبير لوائح، واحنا عارفين كويس جدا اللوائح النهارده، يعني كل حاجه على الكيف يعني. ف قرار اداري من النادي الاهلي. فعلا الاهلي محتاج حارس مرمى، قلنا الكلام ده كتير، حارس مرمى يخوف الشناوي على مكانه حتى. تاني حاجه، انا مش عايز غرامه ماليه، دول مليونيرات، يعني ما تقوليش بقى خد عقوبه مليون جنيه. مليون جنيه اصلا مش عرفني انه خدها فعلا. هل فعلا في حد قادر انه يعاقب الشناوي النهارده في النادي الاهلي؟ العقوبه بالاستبعاد، لان اللي حصل النهارده ده مش مجرد طرد، لا، ده استهتار وعدم مسؤوليه من كابتن الفريق، او المفروض ان هو يبقى كابتن الفريق، او تسحب منه شرط الكابتنه. وده القرار اللي انا بنادي بيه اداره النادي الاهلي. اللي عمله محمد الشناوي النهارده ده لابد من معاقبته بسحب الشاره، لان القرار من الحكم مظبوط مليون في المية، ضرب صريح وواضح من غير كورة، كارت أحمر، خلصت. قاعد بقى بتتحنكش في إيه بقى عشان تطلع؟ ولا أي حاجة. اعتراضات ومش عاجبك إيه؟ إيه أنت عايز إيه؟ يعني أنت عايز يعني بصرف النظر الحكم حسب لك فاول ما حسبلكش فاول ولا أيا يكن، ولا حتى كرة جت جول ولا ما جاتش جول، ما في فار. الفار ده لازمته إيه؟ مش هو بيراقب ويشوف اللقطات اللي الحكم ما شافهاش؟ الكرة خلاص طلعت، بتتعصب ليه وتضرب اللعيب ليه وتاخد كارت احمر ليه وكل الكلام ده؟ ده تعليق على محمد الشناوي، تصرف غير مسؤول تماما. تقييم اللعيبه النهارده، محمد الشناوي عدا كرة الكارت الأحمر دي هو 7/10. محمد عبد المنعم 7/10. محمود متولي 6/10. محمد هاني 5/10. خالد عبد الفتاح 5/10. نص الملعب مروان عطية 8/10. اليو ديانج 6/10. عمرو السولية 3/10. بيرسي تاو 4/10. محمود عبد المنعم كهربا 1 أو 2/10. محمد شريف 4/10. البودلة اللي نزلوا طاهر 0. رأفت خليل ما حسيناش بيه برضو 0. مين كمان؟ القندوسي برضو يعني برضو نقطة برضو يعني بمناسبة التقييم دي، أنا إزاي أقدر أقيم لعيب نزل 10 دقايق؟ يعني مارسيل كولر أنت ليه تغييرات متأخرة قوي كده قوي؟ يعني النهارده القندوسي لا هعرف أقيمه، لا علي لطفي هعرف أقيمه، لا رأفت خليل ويمكن طاهر نزلوا بدري شوية، أو بدري بتاعنا ده اللي هو الدقيقة 70 مثلا، تمام. لكن القندوسي في مين كمان والله ما فاكر، من كتر ما اللعيبه ما بتظهرش حتى. علي لطفي طبعا فاكرينه عشان الشناوي طلع. ختاما، الاهلي بيسير بشكل جيد وجيد جدا في الدوري، عارف هو عايز ايه، عايز يخلص ماتشاته اول باول، يفوز ويستريح ويريح جمهوره ويحسم الدوري قبلها يمكن بكذا اسبوع، وده تفكير صح. التركيز الاهم الفتره الجايه في ماتش افريقيا، ماتش الرجاء يوم السبت ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.